ثواني. ابنك ممكن يكون بيعمل أكبر غلطة في حياته وأنت ما تعرفش عنه حاجة. من زمان وأنا بدور على أسباب فساد الشباب الصغير، لأني واحد منهم. شاب في بداية العمر بيحاول يكتشف الدنيا حواليه، بيحب يجرب ويحب يشوف نفسه ذو قيمة، بيحب الناس تمدح فيه وتشكر فيه. بس اكتشفت إن البوصلة دي لو متوجهة غلط كل ده هيكون كويس، بس الطريق آخره فساد. وبعد بحث اكتشفت ليه في ناس عندها 11 سنة بتشرب سجاير، وإيه يا ترى الدوافع اللي تخلي حد في السن ده ممكن يعمل كده. وكان أول سبب هو الفضول. كلنا واحنا صغيرين بيكون حوالينا قرايبنا وأصحابنا، بنحاول نقلد اللي شايفينه كويس أيا كان تصرفه إيه، المهم إن عايز أبقى زيه. فيبدأ يشوفه بيشرب سجاير وقت ما بيكون مبسوط، وقت ما بيفطر، وقت ما بيكون زعلان. وهنا بيبدأ الفضول يشتغل، ويبدأ يسأل نفسه يا ترى الطعم عامل ازاي؟ يا ترى بيحس بايه لما بيحط السيجارة ببقه وياخد نفس منها؟ لأن السن ده تحديدا الطفل أو الشاب بيحاول يكتشف الدنيا حواليه، بس لو اكتشف نفسه في المكان الغلط هيندم باقي عمره. وتاني سبب كان حب التقليد. احنا بنسيب اخواتنا قدام التلفزيونات بالساعات وقدام التليفونات بالساعات والساعات. هل عمرنا شفنا هما بيتفرجوا على مين وبياخدوا قيمهم من مين؟ أكيد لأ. فتخيل إنه شاب بطل في فيلم بيشرب سجاير علشان يكمل الحرب اللي هيكسب فيها، ويكون البطل قدام العالم كله، ويكون قدوة لناس كتير جدا بعد الحرب. وهنا يبدأ يقلد علشان يشوف نفسه زي البطل اللي في الفيلم بالظبط. ومن هنا بنبدأ ناخد معتقداتنا وقيمنا من ناس ملهمش علاقة بالواقع. أما بقى نيجي لعامل أقوى وهو صحبة السوق. لو أصحابه قاعدين بيشربوا وهو قاعد، صاحبه يقول له يا عم خد نفسين، اسمع مني بس. لو رفض يضغط عليه ويقول له انت خايف؟ انت مش راجل؟ جرب بس، مش هتخسر حاجة. وده نوع من انواع الضغط النفسي، وبيخلي الشاب يحس انه لازم يثبت نفسه عشان ينفي اللي اتقال عليه ده، ويبدأ للأسف يشرب. وسجارة ورا سجارة تجره لطريق هو ما كانش حابب انه يحط رجله فيه. ربطنا بين المشاكل والسجاير علشان نقنع نفسنا انها بتهدينا. فتلاقي حد يقولك يا عم ده بيطلع غلبه في السجاير، هو مخنوق بس عشان كده بيشرب. وبدأنا نربط المصطلحات علشان نقلل المشاكل ونتخلص منها، فلازم نطلع غلبنا ومشاكلنا في السجاير. وللأسف المفهوم لما بيتغير ويتحط لك في سياق من النوع ده، الموضوع بيكون أسهل إنك تقتنع بيه. فمسميات الحاجات الحرام لما اتغيرت بقى الموضوع طبيعي بالنسبة لنا. وأخيرا مرض العصر وهو السوشيال ميديا. لما تلاقي صورة لصاحبك ماسك سيجارة فيها والصورة طالعة جميلة علشان نوع التليفون اللي بيصور بيه مساعده، وحاطط أغنية عن الرجولة، فأنت عايز صورة حلوة زيه. ويا بقى لو صاحبك ده مشهور. النفس مننا ما بتحبش حد أحسن منها، فتحب تشرب زيه وتعمل زيه على أمل إنك تتشهر زيه، وفي الآخر تلاقي نفسك بتدمر نفسك بإيدك وأنت مش حاسس. علشان كده لازم تعمل الحاجات دي علشان تحمي أولادك. لازم أنت ووالدته تعرفوا إن الجسم أمانة ربنا سبحانه وتعالى مديهولنا، وهيسألنا عنه يوم القيامة. وإن ما ينفعش نرمي بنفسنا في التهلكة. وتفهموا إن أي حاجة بتأذي نفسك هي حاجة ربنا سبحانه وتعالى محرمها. وتاني حاجة تعلمهم إنهم مش محتاجين يثبتوا نفسهم بأي حاجة غلط، وإن الرجولة مش بالسجاير، إنما الرجولة بإنك تكون صاحب خلق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. ولازم تفهمه إن كل ما اختار أصحابه صح كل ما بقى أحسن، وكل ما صحبته هتعينه على إنه يدخل الجنة ويكون حد أحسن. وتفهمه إيه الحاجات اللي ممكن يطلع مجهوده فيها زي الرياضة، القراءة، وكل البدائل الصحية والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى محللها لنا علشان نطلع مشاكلنا وغلبنا فيها. وأخيرا لازم تعرفوا قدوته اللي هيمشي وراها. وقدوتنا كلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا عنه وعرفوا عنه علشان ربنا يبارك لك فيه. فخد رسول الله قدوة ليك تفوز في الدنيا والآخرة. بارك الله في أولادكم وحفظهم. دمتم بخير.